هؤلاء بعض الأشخاص الذين يحرضون على الفوضى والعنف ضد سلطاتنا ويدعون لتخريب بلدنا الحبيب. لكننا كشعب مغربي نطلب من السلطات الأمنية معاملتهم على أفعالهم، ونرفض الفوضى ونسعى للإصلاح البناء. لنسمع من هنا عندكم مولا شهر، إلا ما سمعتوش مطالب ديالنا غنبداو بالاغتياش وغنبداو بشي حاجة ما كايناش. إخواني وأخواتي يا شباب المغرب، يا من تحملون قلبا حيا وحبا صادقا لهذا الوطن، أريد أن أتكلم معكم من القلب. في هذه الأيام نرى على بعض المنصات أصواتا غريبة تدعو إلى العنف، إلى مهاجمة الشرطة، إلى ضرب استقرار بلادنا. وأقولها لكم بكل وضوح، هذه ليست شجاعة وليس إصلاحا، هذه جريمة في حق أنفسنا قبل أن تكون في حق الوطن. نريد أن نرى تعليما أفضل وصحة في المستوى، ونطالب بمحاربة الفساد. هذه مطالب عادلة ومشروعة، لكن هل سنبني أحلامنا بتخريب وطننا؟ هل سنحقق الإصلاح ونحن ندمر بيوتنا بأيدينا؟ من يدعوكم إلى الفوضى لا يريد الخير لكم ولا للوطن، إنه شخص ضائع لم يعرف معنى التربية ولا قيمة الأخلاق، ربما هارب من العمل، فارغ من الداخل، يظن أن التدمير سيجعله بطلا، بينما في الحقيقة هو يهدم نفسه قبل أن يهدم بلده. يا شباب، أنتم القوة الحقيقية لهذا الوطن، بوعيكم، بعقولكم، بأخلاقكم تبنون المستقبل. لا تسمحوا لأحد أن يسرق منكم هذا الدور العظيم. كونوا أنتم الصورة المشرقة، المواطن الذي يحب وطنه ويحميه ويطالب بحقوقه، بالوعي، بالسلم، بالقانون. ولسلطات بلدنا نقول: نحن معكم، نحن سندكم، لأننا نرفض أن يمس أحد استقرار المغرب. أمننا خط أحمر، ووطننا أغلى من أن نتركه لعبة في يد متهور أو حاقد. يا إخوتي وأخواتي، المغرب أمانة في أعناقنا جميعا، فلنحافظ عليه ولنثبت أن شباب هذا الوطن أوعى وأذكى من أن ينجذب وراء الخراب. وادعوا الله أن يحفظ بلادنا ويحفظ شبابها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.